السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشني كتير كتير والله. اعذروني بس الايام اللي فاتت دي كنت تعبانة لسه، يا دوبك الواحد قايم يشم نفسه ويبقى كويس. فدعواتكم ليا يا حبايب قلبي بالشفاء، والشفاء لكل مريض يا رب. ربنا يشفيني ويشفي كل مريض. يلا يا حبايب قلبي نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هتعمل لنا ايه النهاردة يا ماما فوفا؟ معايا الأطواق الجميلة دي. هما كان لونهم اللون الأسمر ده، بس أنا حبيت أغلفه كده باللي هو شريط الستان ده. علشان ايه؟ وهخلي برضو فيها أسمر. علشان ايه؟ يبقوا مشكلين. هتعملهم لنا ازاي النهاردة يا ماما فوفا؟ معايا. عارفين انتوا طبعا الحاجات الجميلة دي بتيجي بالمتر. تمام، انا جايبه المتر من ده ب20 جنيه. وبعد ما جبته لقيت اللي هو السادة ده من غير ورود ومن من غير اي حاجه. المتر ب10 جنيه، يعني المترين جبتهم بحق متر. انا كنت جايبه ده من ده نص متر. تمام يا حبايبي. وجايبه من الابيض ده نص متر. بس انا ايه، قصقصت منه كده وعملت وردات منفصله كده. تمام يا حبايبي. هتعملي لنا ايه بقى النهارده؟ هتعمليه ازاي يا ماما فوفا؟ طبعا معانا مسدس الشمع سخن طبعا. هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل كده ونروح بكل سهولة وبساطة عاملين كده اهو يا حبايبي. انتي وذوقك بقى، يعني التزيين ده بيبقى ايه حسب الذوق. اه، انتي وذوقك يا حبيبتي. عايزه تعمليه كله ابيض مفيش مشكله، عايزه تعمليه كله ده مفيش مشكله. بس انا دخلت اللونين دول في بعض ليه؟ علشان مثلا لو انت عندك الابيض هيمشي على كل حاجه. ولو عندك الطقم مثلا اللون ده في منه الابيض ومن اللون ده داخلين في بعض، هيبقى الطوق ده مناسب برضو عليه. اهو يا حبايب قلبي. اهو. عايزة تخليه كده على جنب واحد كده، وتحط اي حاجة في النص مثلا زي استرس مثلا، اللي هو ده مثلا كده. يعني انا بقولك افكار وانتي وذوقك، يعني الحاجة اللي تعجبك اعمليها ونفذيها. اهو يا حبايبي. يبقى كده تمام. انا بقول لكم الفكرة وانتوا ايه، نفذوا باللي يعجبكم. اهو يا حبايبي. شايفين الجمال والحلاوة؟ ولو طوق عندك قديم جدديه، ما ترميش حاجة، جددي. هاتي برضو الورود دي. او لو انت مثلا عندك ستان اعملي ورود بالستان. مش متوفر عندك الستان، هاتي زي ما انا جايبة كده، او اعملي الوردات اللي انا كنت عاملاها برضو في الطوق اللي قبل كده. انا كنت عاملة الوردة بتاعته. تمام. صلوا على النبي يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. وربنا يا رب يبلغنا ليلة القدر كلنا يا حبايب قلبي. وكل مليون سنة وانتم طيبين. أسعار الأطواق والتوك بصراحة أسعار فظيعة جدا. انت زي ما انا بقولك كده، عندك طوق قديم جدديه. احنا ما بقناش نرمي حاجة، استغل كل حاجة عندك في البيت. تمام يا حبايبي. واما تجيبي شمع هات الشمع الحلو النظيف،
ليه بقى؟ لانه بيبقى ماسك وجميل لما بتيجي تغسليه. وما بتيجي تغسليه بتغسليه على ايدك بشوية اريال كده او شوية كلوريكس للالوان، هيخليه جميل جدا بايدك كده بس. اهو يا حبايبي، قولوا لي بقى ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي؟ وما خدش مننا اي حاجة. اهو يا حبايبي، يعني الطوق واقف علينا ما يكملش 20 جنيه. الاطواق انا سائلة عليها ب40 جنيه الطوق. طب ليه؟ الاطواق ده انا شاريها مغلفة كده زي ما هي كده باللون الاسمر. ممكن برضو اهو هنعملها كده، هنسيبها مش هغلفها برضو اهي، علشان برضو تبقى ايه. خلي بالكم الشمع عشان بيلزق في الايد ولسعته وحشة جدا. اكمله بقى لان هقصقص شوية ورد من ده وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي بعد ما قطعتهم كده، وقطعت كمان شوية من الورود اللي هي السادة دي. واقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. عايزة تعمليهم بس على جنب كده، كام واحدة على جنب كده برضو، هو رقيق كده وجميل. فانا مش عارفة اكتفي بكده بس، يعني اكتفي بكده خليهم 3 بس على جنب كده، واخلي اللي انا عملته ده يبقى ايه، يبقى فيه اختلاف كده. حتى هو متغلف، التغليفة بتاعته برضو جميلة، انا شارياه متغلف كده. انما الابيض ده انا اللي مغلفاه بشريط الستان ده. اهو يا حبايب قلبي، ديت بقى هنعمل فيها ايه. معايا كام شكل، كام شكل اهو يا حبايبي. هقرب لكم الكاميرا، الحاجة من الكاميرا اهي، الاشكال كلها اهي. فانا مش عارفة اختار ايه. يعني مثلا انا عايزة حاجة تكون حاجة جميلة كده، فانا بفكر ان انا احط دي كده اهي يا حبايبي. وفي اشكال تانية برضو، الشكل ده برضو اهو، واللون الموف منه ده اهو. بس انا ايه، ممكن احط دي تبقى ايه يعني، جميلة. وفي منها برضو البامبا، يعني في اللونين دول اهو. فانا ايه هحط دي، هحطها كده ايه ونجربها كده مع بعض. تحط نقطة شمع بس كده. ده بتشتريه، كل الحاجات دي من محل ادوات الهاند ميد والخياطة. تمام يا حبايبي، انا جايبة الواحدة من دي ب0.5 جنيه. وممكن تتعمل منها ايه كمان، ممكن تعملي منها انسيال، ممكن تعملي منها اي حاجة. اهو يا حبايبي ممكن تخيطها في هدوم لان هي ايه، بتتخيط اهي شايفين. فانا بقى ايه بستغلها لان لقيت شكلها جميل فعملتها كده. قولوا لي بقى ايه رأيكم. اهو يا حبايبي هنروح برضو عاملين كده. اي شكل انت تحبيه، بس خلي بالك وانت بتعملي تعمليها، لان دي وشها اهو وده الظهر كده، عشان اللمعة بتاعتها من هنا. اهو يا حبايبي، تحط نقطة شمع بس عشان ايه، يبقى شكلها جميل. الزق كام واحدة بقى كده وارجع لكم. اهو يا حبايبي
عملت لزقت فيهم الحاجات دي، هلزقها بقى ايه في الطوق بتاعنا كده. وفي حاجة لو انتوا مثلا مش عايزين اللي هي جوه دي زي الخرزة دي، مش عايزين اللون ده فيها، ممكن نجيب ايه الاسترس دي اهي، ونلزقها كده بالشمع اهي يا حبايبي، ونعملها كده. تمام، واضحة ليكوا كده اهي. يعني كل حاجة في ايديكي اهو يا حبايبي. انا بوريكم الفكرة، وانت كل واحد ايه وذوقه. يعني اعملي اللي يعجبك انتي، واللي انت تحسي ان نفسيتك كده مرتاحة. يعني الحاجات دي بتبقى راحات يا جماعة، وانت بتعملي الطوق والحاجة دي بتبقى في حاجات كده يعني بتبقى جميلة جدا، بتخليكي حابة الشغل ان انت تشتغلي. وبالذات الالوان اللي هي الالوان الجميلة دي المبهجة دي، الوان جميلة جدا اهو يا حبايب قلبي. عايزين تكتفوا كده ان هي على الجنب بس كده براحتكم. عايزين تكملوا كده، انا عن نفسي انا هكمله كده. وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا حبايب قلبي، ويتقبل مننا يا رب صيامنا وقيامنا، ربنا يتقبل منا ويبلغنا ليلة القدر يا حبايب قلبي. هتقولوا لي يا ماما فوفا، طب ما هو التكلفة بتاعت دي المتر ده مع ده هتبقى هي هياه. لا طبعا مش هي هياه، مش هي هياها. وكمان كفاية ان انت بتختاري الالوان فيها اللي انت عايزاه. يعني عايزة تعملي ده فيها ماشي، عايزة تعملي الورود الجميلة دي ماشي، في منها الوان اهي. احطها لكم على الوردة كده علشان تبان اهو. ديت الوردة دي كانت فاضية، انا اللي حاطة فيها نص اللولي. ودي ورود جميلة صغنونة جميلة ازاي. انتي هتعملي انتي اللي انتي حباه، يعني الشكل اللي انتي حباه. ما تبقيش بس على التوكة دي بس. يعني هي نفس الوردة اهي، نفس دي، بس اللي يختلف الاسترس والحاجة اللي فيها. طب ما احنا هنعملها اهو. كفاية ان انت هتعمليها بالحاجة اللي انت حباها، او باللون اللي انت عايزاه، او الموديل الوردة اللي انت عايزاه. ومعانا برضو الاسترس الصغير ده اللي انا وريته لكم ده اهو يا حبايبي. هتعملي بيه برضو، يعني هتعملي بيه وتزيني زي ما انت عايزة. وخلي بالكم من قلبة الوردة، خلوا الناحية اللي هي بتلمع دي ناحية بره. تمام يا حبايبي اهو. يعني ده في ايدك وده في ايدك، اللي انت حابة تشتغلي بيه اشتغلي يا حبيبتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. اهو يا حبايب قلبي. هنحط بقى الوردة الأخيرة دي وخلاص على كده. عايزة تكمليه براحتك، يعني دي حاجة ترجع لك. أنا هقيس من هنا كده كده كده. هحط كمان واحدة هنا.
اهو يا حبايب قلبي، وتنضفوه بقى من الشمع كده اهو. قولوا لي بقى ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي، وما خدش مننا اي حاجة. اهو يا حبايبي، هعمل برضو كمان واحد واوريهولكم. وخلاص يا حبايب قلبي، رجعت لكم تاني اهو. قولوا لي بقى ايه رأيكم. شفتوا ده؟ انا حطيت عليه على الوردة على الفص البامبا اللي كان فيه. تمام يا حبايبي، حطيت فيه الاستراس اللي بيلمع ده. شايفين؟ قولوا لي بقى ايه رأيكم. اهو يا حبايب قلبي، ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي؟ يلا يا حبيبة قلبي، بأقل التكاليف اعملي طوق العيد لبنوتك. اهو يا حبايبي، خليها اشيك بنوتة، وكله من اعمال ايديكي. اهو يا حبايبي. يلا بقى يا حبايب قلبي، اللايك الجميل والاشتراك في قناتي عشان يوصلكم مني كل جديد. وادعوا لي ربنا يشفيني يا رب ويشفي كل مريض. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.